إذا حسيتي في رمضان هذا بلي راكي متعبة ومضغوطة وتحسي بلي كلش راهو فوق راسك، هذا الفيديو ليك. اليوم نمدلك 3 تصرفات فقط، إذا طبقتيهم راح تحسي بفرق كبير في نفسيتك. أول تصرف، حبي نفسك وما تحمليهاش فوق طاقتها، لأنه أكبر خطأ نديروه نحبو نكونوا المرأة الخارقة. الدار تلمع، 3-4 أطباق في الفطور، تحليات يوميا و من المهام اللي نديروهم، والضغط اللي تديريه لنفسك هو اللي يسرق منك بنة تاع رمضان. على هذا أختي كوني رحيمة بنفسك كما تكوني رحيمة بأولادك. ثاني تصرف، نظمي أولوياتك. رمضان ماشي مسابقة تاع الطبخ، هو مسابقة بينك وبين نفسك في القرب من رب العالمين. قبل ما تبداي نهارك اسألي روحك، وش هي أهم حاجة لازم نديرها اليوم؟ عبادتي ولا راحتي ولا نظرة الناس ليا؟ إذا خيرتي العبادة على الأعمال المنزلية راح ترتاحي، وإذا قلتي اليوم راح نرتاح شوية باش كي نصلي نخشع مليح وما نزيدش طبق جديد، ثاني هنا راح تحسي بالسكينة الداخلية. يعني لازم تكون أولويات تاعك واضحة باش تنقص عليك القلق. ثالث تصرف، حبسي المقارنة، هي أخطر حاجة على نفسيتك في رمضان. فلانة تكمل الفطور وتغسل الماعن وتسيق وتصلي التراويح وتروح تقرأ 3-4 أحزاب، انتي ما كيش فلانة. كل واحد وطاقته وكل واحد وجسمه وكل واحد يمشي حياته على حسابه. ما قلتش هملي حوايجك ولا هملي عباداتك، بصح اخدمي قيسك وقيس جهدك. ربي راح يشوفك انتي اذا راكي تجتهدي على حسب جسمك وجهدك، ماهوش راح يقارنك بفلانة. وكي تحبسي المقارنة راح تحسي بالرضا، وكي يجي الرضا راح تجي الراحة النفسية. ثم لازم ترضي على روحك وتنظمي أولوياتك وتخدمي قيسك. على هذا حبيباتي، رمضان فرصة نصلحوا علاقتنا بربي وبأنفسنا.